عجز ضخم لصندوق التقاعد في الجزائر. يتعمق العجز المالي لصندوق التقاعد في الجزائر بعد أن تضاعف بأكثر من 8 مرات في ال10 سنوات الأخيرة، وسط مخاوف من ضياع مستحقات نحو 4 ملايين شخص. كشفت الموازنة التكميلية للعام الجاري عن تسجيل صندوق التقاعد عجز يفوق 700 مليار دينار، مقابل 680 مليار دينار العام الماضي، ما دفع الحكومة لاقتراض 500 مليار دينار من الصندوق الجزائري للاستثمار للعام الثالث على التوالي لسد هذا العجز، فيما اضطرت الحكومة لاقتراض مبلغ مماثل الأعوام الماضية لضمان معاشات المتقاعدين، مع اللجوء لحل آخر لأول مرة، وهو ضخ 3% من الجباية النفطية التي تشهد انتعاشا مع تعافي عائدات النفط في صندوق التقاعد، وهو ما يمثل 64 مليار دينار، فيما يبقى تمويل العجز المتبقي والمقدر بحوالي 156 مليار دينار مجهولا لحد الساعة.